هو ايه اللي ريلمي بتعمله ده؟ اهلا بيكم مع مراجعه موبايلات ريلمي الجديده اللي لسه نازله مصر، عيله ريلمي 16 اللي فيها 3 موبايلات، اعلاهم ال 16 برو بلس اللي المفروض جاي ينافس في الفئه المتوسطه العليا، وال 16 برو ينافس في الفئه المتوسطه، و16 5G اللي بينافس في بدايه الفئه المتوسطه. هنتعرف مع بعض النهارده على ال 16 برو وال 16 برو بلس ونشوف مميزاتهم وعيوبهم وموقفهم بالنسبه للموبايلات المنافسه. البرو بلس فعلا في كاميرا خطيره، سيستم تصوير يعجب اي حد، ولكن هل يستاهل سعره ولا المفروض نركز مع ال 16 برو علشان سعره اهدى شويه؟ هقول لك رايي في الموبايلات بكل صراحه، وهقول لك رايي في التسعير في اخر الفيديو. فزي ما انت متعود، لايكك جميل، دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب، ويلا بينا نبدا المراجعه. وخلونا نبدا بالكاميرات، لان ريلمي دايما بتحاول تحط كاميرات قويه. الموبايلين فيهم عدسه رئيسيه 200 ميجا بكسل بسنسور من سامسونج HP5، فتحه عدسه 1.9 بمثبت بصري، مع معالجه الوان من ريلمي اسمها لوما كولر. والاثنين فيهم عدسه تصوير 8 ميجا بكسل الترا وايد، ولكن بتكون الزاويه اوسع في البلس عن البرو. والبلس طبعا بيتفوق في وجود عدسه تليفوتو قويه 50 ميجا بكسل بسنسور من سامسونج JN5 بمثبت بصري، مسؤولة عن زوم حقيقي 3.5x او 80 مللي، وبتزوم ديجيتال لحد 120x. طبعا العدسة الزوم دي موجودة في البرو بلس بس، ومش موجودة في البرو العادي، وده طبيعي علشان فرق السعر ما بينهم كبير مش قليل. ريلمي بقى اعتمدت في البرو على العدسة ال 200 ميجا بكسل الرئيسية دي في ان هي تزوم لحد 30x، والذكاء الاصطناعي بيتدخل ان هو يحسن الصور المتزومة لبعيد. وكمان استخدمت العدسه الرئيسيه دي في تصوير البورتريهات. البرو بيوصل لحد 92 مللي او 4x بورتريه. انت هتستغرب، بس ايوه، هو لو فتحت الكاميرا على البورتريه هتلاقي البرو زي البرو بلس 1 1.5 و2 و3.5 و4x اللي هي حوالي 92 مللي في الموبايلين. بس طبعا نتائج الصور في البرو بلس في الصور ال 3.5x زوم فيما فوق بتكون احسن بفرق واضح، تفاصيل اكتر وعزل حقيقي اكتر، علشان طبعا البرو بلس بيستخدم العدسه الزوم، انما البرو بيستخدم العدسه الرئيسيه. وخلينا نشوف مع بعض الفرق ما بينهم وقوه البرو بلس في التصوير كمان شويه. المهم ان الموبايلين فيهم عدسه سيلفي 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.4. سوفت وير الكاميرا في الموبايلين متقارب جدا، والاثنين فيهم مود ناتشورال والفيفيد او الوان طبيعيه او الوان مشبعه. الفرق ما بينهم مش كبير، وانا في معظم الوقت كنت مايل للالوان المشبعه. وطبعا تقدر تشغل الفلاش بالليل في البورتريهات وتتحكم في درجة حرارته وشدة اضاءته عشان تاخد صور بورتريه احسن. والاتنين بيصوروا فيديوهات 4K بتوصل لحد 60 فريم HDR في البلس، انما في البرو اخره 30 فريم، والكلام ده بالكاميرا الخلفية والكاميرا الامامية. خلونا بقى نركن الكلام ده كله على جنب ونشوف تجربة التصوير بالموبايلين دول، ونشوف البرو بلس الجامد ده اقوى بفرق كبير عن البرو العادي في تجربة التصوير ولا ايه الكلام. يلا ارفع الجودة وعلي الاضاءة وهات كوباية حاجة ساقعة تشربها، وخلونا نشوف الصور مع بعض. نبدأ بصور البورتريه، ومبدئيا كده البرو بلس خطير، موبايل يخليك عاوز تصور بيه على طول. بص صوره كألوان وقص وعزل، وكمان لما تزوم وتشوف التفاصيل ممتاز. بس عشان تكون عارف، معالجة ريلمي في البرو بلس بتتدخل شوية في ضبط البشرة والتفاصيل، يعني بتعمل سنة تنعيم خفيفة قوي او ريتاتش علشان تخلي الصورة كلها شكلها احلى. على فكرة انا مش معترض عليها، انا بس بفهمك ستايل المعالجة عامل ازاي. لو بتسأل عن اهم فرق بين البرو والبرو بلس فهو بالتأكيد الكاميرا. الاتنين 200 ميجا بكسل عدسة رئيسية، بس معالجة البرو بلس في حتة تانية. الاتنين بيصوروا بورتريهات لحد 4x او 92 مللي، بس طبعا البرو بلس في حتة تاسعة بقى، تفاصيل حقيقية وعزل حقيقي. انما البرو في الصور البورتريه الزوم العزل بيكون مش حقيقي، لازم انت بايدك تتحكم في فتحة العدسة علشان تعمل شوية عزل، وكمان لما تزوم في صوره هتلاقي التفاصيل بتاعته بتكون مش واضحة قوي. وعلى فكرة انا مش بقارن لك ما بينهم في فرق سعر كبير، انا بس بوري لك موقف الكاميرات. البرو العادي متوسط في تجربة التصوير، ولا هو رائع ولا هو الاقل، هو حاجة كده في النص. اعتقد تجربة تصويره في مستوى ال V70 FE تقريبا، مع اختلافات المعالجة بين ريلمي وفيفو. انما البرو بلس ده جامد جدا، يتقارن في البورتريهات باي حد. موبايل بقى بسعره، موبايل اغلى منه. اصبر كده كمان شوية هعمل لك مقارنة ما بينه وما بين وحش انتوا بتحبوه
الهو. وبالليل شغلت الفلاش طبعا واتحكمت فيه علشان اخد صور بورتريه منوره. وبص كده على صور البرو بلس وقول لي رايك. التصوير العادي هتلاقي الدايناميك رينج اقوى واحسن اكيد في البرو بلس، وده شيء متوقع برضو. المعالج يا جماعه ليه دور قوي في معالجه الصور، ومعالج البرو بلس الكوالكوم اقوى بكتير في معالجه الصور من معالج البرو العادي من ميديا تك. في الاضاءات المعتدله الاثنين هيقدموا لك تجربه كويسه ومفيش اختلافات جذريه. بالليل البرو دايما كان بيحاول يشغل النايت مود لعدد ثواني اكتر علشان يزود من تفاصيل وحده الصور. البرو بلس كنت ادوس بس كده هوب يصور على طول في معظم الاوقات، ما كانش بيحتاج النايت مود. وادائهم بالليل على فكره في التصوير كويس جدا. اما قدرات الزوم في البرو محدوده 30 اكس بس، الذكاء الاصطناعي بيحاول يرسم لك التفاصيل. يعني وانت بتلقط الصور الزوم ده قوي مش هتكون شايف تفاصيل، بس بعد ما تلقطها هتلاقي الموبايل بيرسم لك التفاصيل شويه في المعالجه. البرو بلس مش بيحتاج القصه دي في الزوم، لحد 30 اكس مثلا بتكون تفاصيله حقيقيه، بس لما بتزوم بقى ابعد هتلاقيه برده بدا يرسم لك التفاصيل شويه 50 60 70 لحد 120 اكس. عموما البرو بلس في الزوم البعيد كويس مش وحش، وينافس الموبايلات المتوسطه العليا عادي جدا اللي فيهم عدسه مخصصه للزوم. اما السيلفي فهو كويس جدا في الموبايلين، في اختلاف في المعالجه بس مش كبير او مش جوهري زي اختلاف الكاميرا الخلفيه. الاثنين هيطلعوا لك صور سيلفي متوازنه بتفاصيل كويسه ومعالجه بشره مظبوطه وعزل كويس جدا. ما حسيتش باي ازمه او تقصير تماما في اداء السيلفي في الموبايلين دول بصراحه. يعني كل موبايل في فئته السعريه ينافس عادي جدا. لا مش هنروح للفيديوهات، تعالوا نقارن البرو بلس بالفيفو في 70 في البورتريهات. مقارنه نار دي صح. الاثنين على فكره جامدين جدا، واعتقد دول افضل موبايلين ممكن تاخد بيهم بورتريهات. الفكره في فرق المعالجه. انا هعرض لك الصور عشان تشوف كل موبايل بيعالج ازاي. يعني فيفو بيحاول يخلي الالوان مشبعه، ما بيلعبش قوي في الوش، وبيخلي الصوره كلها حدتها او الشاربنس بتاعها عالي شويه. ريلمي لا، بتعالج البشره شويه علشان تظبط السكين تونز، وفي نفس الوقت مش بتفرقع الالوان قوي، وفي نفس الوقت بتنعم كده الصوره شويه عشان لما تيجي تزوم فيها ما يبقاش فيه اوفر شاربنس. قول لي كده رايك في الصور دي، شايف مين فيهم اقوى؟ وخلونا دلوقتي نروح لتجربه تصوير الفيديوهات بالموبايلين ريلمي 16 برو و16 برو بلس. تصوير الفيديوهات بالكاميرا الخلفيه الاثنين طبعا على 4K بلس بيوصل لحد 60 فريم طبيعي لان ده موبايل متوسط عالي، انما البرو بس بيوصل لحد 30 فريم علشان هو موبايل متوسط عادي. عموما خلينا نختبر جوده تصوير الفيديوهات في الموبايلين دول. انا بتحرك دلوقتي ونشوف الدايناميك رينج. الواضح طبعا ان هو افضل في البلس عن البرو. انا مش بقارن ما بينهم، انا عاوز اوري لك هتاخد ايه لو زودت وجبت البلس، ولو قلت توفر وتجيب البرو فبرضه تبقى عارف مستوى تصوير الفيديوهات والتلوين والمعالجه وكل حاجه، عشان بس ايه تبقى فاهم كده قبل ما تروح تشتري الموبايل. وعموما دلوقتي الدنيا شمس وانا شايف شاشتين الموبايل بشكل ممتاز جدا. البرايتنس بتاعهم فعلا كويس جدا. ودي كده تجربه لتصوير الفيديوهات بالليل في الشارع الضلمه بتاعنا على 4K 30 فريم في الموبايلين. شايف ايه بقى؟ هل البرو بلس فرق كتير عن البرو العادي ولا ايه الكلام؟ طبعا انا بصور على العدسه الرئيسيه، انما لو رحنا على العدسه الزوم البريسكوب هتكون طبعا في البرو بلس افضل بفرق واضح عن البرو العادي اللي ما فيهوش عدسه زوم. هو بيزوم ديجيتال من خلال العدسه الرئيسيه، انما البرو بلس فيه عدسه زوم زي ما انتم شايفين. فهل بقى البرو بلس افضل بفرق واضح من البرو العادي ولا ايه الكلام؟ خلونا نشوف. ودي كده تجربه للفيديو السيلفي اللي على 4K في الموبايلين، 60 فريم في البلس و30 فريم في البرو، ومشغل ال HDR بيظبط شويه دايناميك رينج في البلس. خلينا نشوف بقى فرق قوه السيلفي في الموبايلين. هم المفروض نفس العدسه ولكن اختلاف المعالج اكيد بيخلي فيه اختلاف في جوده الصور والفيديوهات. فخلينا نشوف الفيديوهين جنب بعض ونحكم في الاخر. فاكرين بقى ميزه الاي اي اديت جيني اللي هو العفريت اللي كان بيعدل صورك بالذكاء الاصطناعي؟ ريلمي طورتها وحطت جواها ميزتين جداد، اي اي لايت مي. ده بيقدر يتحكم في الباك جراوند بتاعت الصوره باربع ستايلات جاهزين، يعني 4 برومتس جاهزين على طول تدوس عليهم هيعمل لك شبههم. وعندك كمان اي اي ستايل مي، وده بقى بيغير ستايل لبسك برضو بستايلات كتير موجوده جاهزه، تقدر برضو ان انت تدوس عليها هتلاقي البرومت جاهز على طول ويظبط لك صورتك بالذكاء
بالذكاء الاصطناعي. بحس ان ريلمي بتحاول تعمل حاجات روشه كده في تجربه التصوير علشان الموبايلات بتاعتهم بتكون شبابيه شويه. المهم خلونا بقى نشوف تجربه الاداء بالموبايلين دول. البرو بلس جايب المعالج الاشهر في الفئه المتوسطه العليا السناب دراجون 7 جين 4، والبرو بس جايب معالج من ميديا تك اسمه دايمنسي 7300 ماكس. المعالجين دول 5G طبعا، والاتنين تكنولوجيا 4 نانو، والموبايلين بذاكره تخزين سريعه UFS 3.1. ولكن في فرق في سرعه الرام، هتلاقي DDR5X في البلس انما 4X بس في البرو. كان نفسي يكون 5 حتى مش 5X. الاتنين باحدث سوفت وير من ريلمي الUI 7 مبني على اندرويد 16 مع وعد ب3 سنين تحديثات اندرويد وفوقهم سنه تحديثات امنيه. وخلونا نبدا بالبرو بلس اللي جايب معالج مشهور جدا، جربته في 7 8 9 موبايلات قبل كده، حافظين تجربته. نفس معالج الفيفو في 70 والرينو 15 والاونر 600، وتجربته مش غريبه علينا خالص، تجربته مستقره وناعمه وثابته وما فيهاش اي ازمه. ومع سوفت وير ريلمي هنا فهتاخد تجربه كويسه وما فيهاش اي مشاكل. اداء الموبايل فعلا عجبني، ولكن اداؤه ينتمي للفئه المتوسطه العليا، لان هو تقريبا نفس تجربه الاداء بتاعه الريلمي 15 برو اللي كان بنفس المعالج وعليه نفس السوفت وير دلوقتي. فالتجربه دي احنا شفناها قبل كده، بس بقى عشان سعره العالي اللي نزل بيه ما تقارنوش بفئه فلاج شيب كيلر، لان هو هيخسر اكيد في المعالج. هتقول لي فلاج شيب كيلر قديم اقوى منه في المعالج، طبعا، بس بقى الفلاج شيبات الكيلرات الجداد اللي هينزلوا بكام الله اعلم. يعني اخر واحد نازل قريب كان الاونر 600 برو ونزل غالي جدا والناس استغربته، ما هو ده فلاج شيب كيلر يا جماعه. فانا مش عارف بقى التسعيرات الغريبه اللي داخله في بعض. فانا بقول لك اهو من دلوقتي لاخر الفيديو، الموبايل ده في الكاميرا ينافس فلاج شيب كيلر وينافس فلاج شيب عادي جدا، انما في جزئيه الاداء وتجربه الجيمنج والكلام ده لا، ما ينافسش الفلاج شيب كيلر، هو ينافس عادي في الفئه المتوسطه العليا. على فكره جربته حتى مع الفيفو في 70 واداني تجربه تقريبا شبه واحده، يعني مفيش فرق كبير. يعني الUFS 4.1 بتاعت فيفو مش فارقين قوي في التجربه الفعليه في السوفت وير، في الاستخدامات اليوميه مش الاستخدامات العنيفه. الموبايل ده بيشغل ببجي على 90 فريم، تجربه مقبوله ومستقره وناعمه مع سخونه معقوله. الموبايل عشان بس ظهره بيكتم الحراره شويه فهو بيدفى اكتر، حاجه بسيطه من الموبايلات المنافسه، ولكن مش بيولع نار ولا بيحصل له ثروتلينج ولا اي حاجه. اما ال 16 برو فهو بيقدم تجربه برده مش وحشه، يعني قارنته بال 16 برو بلس على فكره واداني تجربه متقاربه في الواجهه، يعني سريع وسلس وناعم. انا معاك ان المعالج ده خلاص بقى قديم وشفناه في موبايلات كتير وموجود في موبايلات ارخص ومحتاجين معالج اقوى. محتاجين معالج اقوى. انا اتمنى بصراحه ان احنا نشوف معالج اقوى من كده يا ريلمي في الفئه دي، لان الفئه دي اصلا هي اللي هتبيع بعد كده اكتر من الفئه المتوسطه العليا اللي اسعارها بقت فلكيه. فما فيش مانع لو حطينا معالج اقوى شويه. وكمان نوع الرام هنا 4X قديم، كنت احب اشوف 5 يا عم، مش 5X غاليه. ال 5X كنا نشوف على الاقل 5. عموما الكلام التقني اللي انا بقوله ده يفرق مع الجيكس، وبحطه دايما في المنظور بتاعي وانا بقيم اي موبايل. بس لو انت راكن كل الكلام ده على جنب مش فاهمه او مش عاوز يا باشا تفهمه وتدخل في تفاصيل تقنيه معقده، اداء 16 برو هيعجبك وما فيهوش اي ازمه، بعيدا عن المعالج اللي مشغل الموبايل. والموبايل ده على فكره بيشغل ببجي على 90 فريم، تجربته برده كويسه، وبيسخن اقل من البلس، وتبريده كويس جدا ومش بيحصل له اي اختناق. وبرده عشان انا بحاول احط مرجع كده او ريفرنس، فاداء ال 16 برو قريب جدا في التجربه اليوميه من الفيفو في 70 FE، عشان بس تكون عارف مستوى الاداء اللي انا بتكلم فيه. وعلى فكره الموبايلين ينفع تتحكم في سرعه الانيميشن من الواجهه، لو فتحت هتلاقي ان هم معمولين بشكل افتراضي على ستاندرد، بس ممكن تخليها انهانسد عشان تكون الانيميشن معاك اسرع لو حابب. وفي ميزه لقيتها كده في السوفت وير اسمها فروستد جلاس افكت، ودي لو انت حابب تخلي الهوم سكرين بار حواليه الستايل الزجاجي بتاع الايفون، اوكي، عاوز تقفلها براحتك، والكلام ده برضو في الهوم سكرين فولدرز. وعلى فكره بطاريات الموبايلات دي كويسه جدا، 7000 ملي
امبير، من اقوى البطاريات في فئاتهم السعريه. الاتنين هيكملوا معاك يوم ونص من الاستخدام، ويوصل ليومين لو استخدامك اقل من المتوسط. بطاريات قويه فعلا تقدر تعتمد عليها بدون اي مشاكل. يعني انا فعلا ما واجهتنيش اي ازمه تماما في بطاريات الموبايلات دي. وكمان معاك شاحن سريع جوه علبه الموبايلين، 80 واط هيشحنهم بالكامل في خلال ساعه. فتجربه البطاريه والشحن الموبايلات دي ولا غلطه. وخلونا نشوف الشاشات. البلس بشاشه كبيره 6.8 بوصه، والبرو بشاشه 6.78 بوصه. الاتنين بدقه 1.5K، ريفريش ريت 144 هرتز، والاتنين طبعا داعمين لل HDR 10 بلس. البلس هو اخر فرد في عيله BBK بيجي بشاشه كبيره كواد كيرف، لان المجموعه كلها اتجهت للشاشات الفلات المسطحه بحجم صغير. وده ضايق بعض الناس. يعني في ناس لسه بتسالني عاوزين موبايل بشاشه كبيره، احنا حرين. فالريلمي 16 برو بلس بيقدم لك الشاشه الكبيره دي، بس زي ما قلت لك كواد كيرف، يعني فيها انحناء خفيف قوي من كل الاطراف. وانا مش عارف بقى انت تفضل انهي، شاشه مسطحه بحجم صغير ولا شاشه كيرف او كواد كيرف بحجم كبير. انما البرو بس جايب شاشه مسطحه تماما، اختيار عملي للناس العمليه. حواف الشاشات متوسطه، يعني البرو بلس معقول، البرو الحواف بتاعته اكبر شويه. الدقه معاك 1.5K وتقدر تتحكم فيها وتقللها وتزودها براحتك. والبرو بلس فيه ان هو بيقدر يأدبت الدقه على حسب المحتوى اللي انت بتتفرج عليه، علشان يخلي دايما الصوره او الفيديو اللي انت بتتفرج عليه يكون شارب اكتر. تقدر تتحكم في الوان الشاشات براحتك من اوضاع كتير. وعجبني ان البرو بلس برضو فيه تحكم اكتر في الRGB وفي الساتوريشن، علشان توصل لدرجه احترافيه اكتر من الالوان. وفي تجربتي للشاشتين الاتنين كويسين جدا، بس طبعا عجبني البلس اكتر في تجربه الالوان والفرجه كده والدرجه المشبعه. شاشته فعلا احترافيه والوانها احلى من البرو العادي. مش بقول ان البرو العادي وحش على فكره، هو كويس جدا لوحده، بس لما نحطه جنب البلس هتلاقي ان البلس شاشته الوانها احلى. والاتنين على فكره ساطعين جدا تحت الشمس، وتقدر تزود البرايتنس كمان مانيوال وتوصل لدرجات سطوع كويسه جدا. ممكن يكونوا من اعلى الموبايلات في فئاتهم السعريه، زي الجيل اللي فات بالظبط برضو اللي كان عالي جدا في البرايتنس. وحمايه العين برضو ممتازه، بتوصل ل 4608 هرتز في البرو بلس. فاحنا تمام، يعني الشاشات فعلا كويسه، مع طبقه حمايه جوريلا 7 اي على الشاشه في البلس وAGC في البرو. برضو حتى حمايه الشاشات كويس. بس لازم بقى اطلع بحاجه، تعليقي الوحيد على الريفريش ريت ال 144 هرتز. نفس الكومنت او التعليق اللي قلته على السلسله اللي فاتت من ريلمي لسه حاصل. ال 144 هرتز موجودين، ولكن مش هتقدر تستخدمهم. موجودين في 3 تطبيقات، آلة حاسبه، ريكوردر، وبوصله. انا اصلا مش هستفاد بال 144 هرتز في التطبيقات دي. اتمنى من ريلمي ان هم يطوروا السوفت وير بتاعهم عشان يخلوا ابلكيشنز اكتر تدعم ال 144 هرتز. يعني فيسبوك دلوقتي لقيته بيدعم 144 هرتز على موبايل تاني، لعبه كول اوف ديوتي لقيتها بتدعم 144 هرتز على موبايل تاني. فاتمنى ان ريلمي تشتغل على القصه دي. اما التصميم فهو حلو ومختلف. ديزاين الكاميرا الخلفيه مميز بريميوم، هيخلي اي حد يشوف الموبايلات دي في ايدك يقول لك هو ايه الموبايل ده، الموبايل ده شكله حلو. وعلى عكس كل الشركات الصينيه اللي بتحاول تقلد الايفون، الموبايلات دي ليها هويه ومش شبه حد. الله ينور يا ريلمي، يا ريت بس نثبت على كده، ما نجيش بقى في الجيل اللي جاي والاقيكوا رحتوا قلدتوا برضو الايفون. والبرو بلس كمان على فكره ديزاين الكاميرا الخلفيه لامع، انت حرفيا ممكن تشوف نفسك فيه، وما فيهوش بروز للكاميرا الخلفيه. معمول بامب كده حته بالصياعه في الظهر علشان ما يبقاش فيه بروز كبير، ومتكرفه كده وداخله في الفريم اللامع اللي فيه نفس لمعه الكاميرا الخلفيه. فهو شكله كله كده فخم. انما البرو بس زي ما قلت لك فهو مسطح تماما، وبالتالي فيه بروز للكاميرا الخلفيه مش كبير قوي، والفريم بتاعه مسطح. بالنسبه للخامات فالبرو بلس نازل مصر بلون واحد بس، وهو الذهبي. وده بيكون جلد بملمس الجلد الطبيعي، بملمس الطبيعه زي ما بيقولوا. ملمسه حلو ومختلف على فكره عن الجيل اللي فات تماما، بس محتاج عنايه خاصه كده، محتاج تبقى حد بيهتم بموبايله عشان يحافظ على القطعه الجماليه دي. وقول لي كده رايك في تصميم برو بلس، يعني انت شايف ان هو تصميم شيك ومميز فعلا ومختلف ولا ايه الكلام؟ بس خلي بالك ان فريم البرو بلس من البلاستيك مش المعدن، وبلاستيك لامع. بصراحه انا كان نفسي يكون من المعدن عشان يكون زيه زي كل موبايلات الفئه المتوسطه العليا. ده موبايل بقى مش قليل يا ريلمي، بس اعتقد لو كان عملوه معدن كان هيكون اتقل من كده بكتير. انما البرو بالكامل من البلاستيك في اللون الرمادي، وبينزل بلونين، في لون تاني منه جولد، نفس اللون ده كده
بالظبط بملمس جلد برضو وفريم بلاستيك. الموبايلات دي مش خفيفه ومش تقيله، يعني البرو حوالي 192 جرام والبلس اتقل عشان الكاميرات بنتكلم في 203 جرام، وبرضو البلس اتخن شويه. والموبايلات دي فيها اعلى شهادات لمقاومه الميه والاتربه اللي موجوده في السوق، اي بي 68 واي بي 69 برو زي ما ريلمي بتقول عليها، فما تقلقش خالص الموبايلات دي مقاومه للميه والاتربه تماما. بصمه الموبايلين هنا تحت الشاشه، والبرو بلس صاروخي والبرو سريع، الاتنين فيهم كل حاجه، مايك اضافي لعزل الدوشه، فيهم خاصيه NFC، فيهم سنسور IR للتحكم في الاجهزه الكهربائيه، والحمد لله الاتنين فيهم سنسور تقارب حقيقي هيقفل الشاشه على ودنك اثناء المكالمات، لان السنسور ده مش بيبقى موجود في بعض الموبايلات المنافسه. وتجربه الصوت استيريو في الموبايلين، وخلونا نسمعها سوا. خلونا نبدا بالبلس. هو ايه اللي بيحصل في سوق الموبايلات في مصر؟ كل اطلاق جديد لموبايل ما من شركه ما نفضل نتريق ونهزر على السعر. طيب نسمع البرو. هو ايه اللي بيحصل في سوق الموبايلات في مصر؟ كل اطلاق جديد لموبايل ما من شركه ما نفضل نتريق ونهزر على السعر. بص، هو الصوت ممكن تعليه لحد 300%، الصوت بيكون عالي، ولكن جودة الصوت نفسها مش الأقوى في الفئة دي، بس تمام يعني يمشي حاله. والاتنين على فكرة كقوة اتصال شبكات واي فاي فممتازين جدا، ما تقلقش منهم خالص. ونيجي بقى للقطة الحاسمة اللي مش عاوزك بقى يا باشا ايه تقول لي حاجة، انا والله ماليش دعوة ماليش دخل. التسعير، الريلمي 16 برو نسخة واحدة 256 و12 رام ب 27999 جنيه مع هديه سماعه في البري اوردر. وال 16 برو بلس نسخه واحده 256 و12 برضو بسعر 39999 جنيه مع سماعه هديه في الحجز المسبق. الاثنين طبعا ضمان محلي، زيرو ضريبه اكيد، والاثنين ينفع تشغل فيهم شريحتين اتصال، وما ينفعش تركب كارت ميموري. وللاسف الموبايلين غير داعمين لخاصيه الاي سيم، وده دايما عيب متكرر في موبايلات ريلمي اللي في الفئه المتوسطه والمتوسطه العليا. رايي النهائي زي ما قلت لك وهفضل اقول لك، موبايلات 2026 الجديده اللي هتنزل مصر هتكون غاليه، والاسعار كمان عماله تغلى عن كل جيل بينزل جديد. الملخص كده عشان ما اطولش عليك، الموبايلات دي حلوه وعيوبها قليله، ولكن هيتظلموا علشان اسعارهم غاليه. هم اغلى موبايلات تنزل في فئاتهم السعريه في مصر بشكل رسمي لحد دلوقتي، والله اعلم اللي جاي ايه. يعني البرو بلس ده موبايل متكامل جدا وعيوبه بسيطه، وعجبني جدا في الكاميرا. لما نيجي نقارنه مع الفيفو في 70 والرينو 15 هنلاقي ان هو بيتفوق بعدسه رئيسيه 200 ميجا بكسل، تجربه تصوير كويسه جدا، شاشه اكبر بسطوع اعلى وبطاريه اكبر، بس مش لدرجه فرق السعر ده كله. اوعى تفتكر ان انا بقول لك روح بقى اشتريه، انا بفهمك الفروقات ما بينهم. ده حتى كمان يا ريلمي يعني منزلاه 256 مش 512، وكمان زي ما قلت لك فريمه بلاستيك وما فيهوش اي سيم. ال 16 برو بقى ده اللي هو يعني اللي المفروض ريلمي هتركز عليه، بيقدم تجربه متوازنه معقوله، مش شايف برضو في عيب جوهري، بس هو ما قدمش جديد بالنسبه لي، بيقدم نفس التجربه تقريبا بتاعه الفيفو في 70 اف اي، اعلى شويه من الرينو 15 اف، اقل طبعا من الاونر 600. اتمنى يا ريلمي نحاول نظبط الاسعار شويه وتتحرق بعد فتره او يحصل عليها تخفيضات، ولو ما عرفناش نظبط البرو بلس علشان هو بالمناسبه مستورد مش ميد ان ايجيبت، فمش عارفين يجيبوا منه اكيد كميات وضريبته عاليه والقصص دي كلها وغالي، خلاص اركنه على جنب ونركز بقى مع البرو. عاوزين نظبط سعره شويه عشان يكون منطقي. عموما ربنا يسترها وما يحصلش اللي انا بقيت خايف منه، ان احنا نروح نتريق على شركه علشان سعرها غالي، هوب نتفاجئ بعد كام يوم بشركه تانية بتنزل موبايلات في نفس الفئه بسعر اغلى، ونرجع نقول على الموبايلات دي ان هي اسعارها كويسه. انا بجد بقيت اخاف من القصه دي، ربنا يسترها من اللي جاي. وبس كده، احب اشكرك جدا لو انت كملت الفيديو لاخره، اكيد تتاكد انك عملت اللايك الجميل، تكتب لي كومنت حالا وتقول لي حابب تشوف مقارنه ما بين انهي موبايل في الموبايلات دي وانهي موبايلات تانية في نفس الفئه، وتتاكد انك عامل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا اول مره على اليوتيوب، وتفعل زر الجرس علشان تشوف مراجعات ومقارنات جديده للموبايلات اول باول. كان معاكم احمد سعيد من موقع موبيزل، سلام.